السلام عليكم، صباح الخير، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحية كبيرة وتقدير واحترام وكل الحوايج المزيانة لكل عائلة مغربية اللي في دمها التمغربيت، واللي كتحافظ على الخصوصية ديال العائلة المغربية. كتمشي على داك الشي اللي تربات عليه، كيما تربينا وكيما كل المغاربة على والدينا جدودنا واللي حنا كبرنا فيه. الحشومة والعيب والحاجة اللي كتقال والحاجة اللي ما كتقالش، حيت الترابي راه شي حاجة اللي هي جينيتيك كنتوارثوها. جدودنا كيربي والدينا كيربيونا، وحنا خصنا نربيو هادشي في الاجيال اللي هي جايه. فهادشي اللي كنا اللي عشنا فيه، في حين دابا ولينا كنشوفوا واحد الظواهر اللي هي شاذه، اللي هي منحرفه. انا غنقول عليها منحرفه. يعني وليتي حتى كتطلع لك هاد الظواهر بحال الخلايا السرطانيه، حتى كتفرقع شي خليه وكيبان لك واحد شي حوايج اللي انت العقل ديالك مخك ما كيستوعبهمش. هادو ماشي هما المغاربه دائما عاطين واحد الصوره زوينه كما كيعرفوا نفوسهم وكيعرفوهم حتى الاخر. حنا ولينا كنسمعوا ولا هنا مثلا انا غنقول لكم على فين كنعيش انا البارح حطيت واحد الفيديو ديال مصوره واحد الفيديو ديال نافوره، حطيته غير فيديو قصير. آه، جاني واحد التعليق من عند واحد الاخت ماشي مغربيه، كتعلق ليا مره قالت لي كتبت لي نايس على زعما الفيديو، ودارت نقاط وكتبت لي حداها واش صاير رشيد على رشيده وبنتها. اكيد راه هذا بلهجتهم. انا اش غنقول لك، ما جاوبتش، مسحت الفيديو حيته ما يعني تجاهلته صراحه. الا هي غادا تسمعني في هذا الفيديو غتعرفني ما جاوبتهاش. ما عندي ماشي ما عندي ما نقول. الثقافه غير الثقافه ولا يعني داكشي كلشي مختلف عندنا فما غاديش فهم. وحنا يعني باغيين نحافظوا على صورتنا اللي هي زوينه، كيف ما تربينا كيف ما ربونا والدينا. هادشي اللي حنا وصلنا ليه راه اش غنقولوا ما كيشرفش صراحه. باللي نشوفوا ام وبنتها، هادشي كيتكرر حيت شفنا قبل من هادشي، وكاين اللي مع وكاين ضد. انا يعني كنت دائما متحفظه، ما غاديش نقول لا تستهويني هذه المواضيع، ولكن دائما كنشوف انا كنستنكرها. احنا عندي مشكل مع امي مع اختي مع واش ولا عادي انني نطلع على ندير فيديو ونجلس انا جاي باغا حكا بحجه باغا نفرغ باغا ننفس على خاطري عليكم. بغات نفسي راه الناس كانوا اللي ما عندوش مع من يهضر كيقول لك غنمشي على شي بلاصه نبكي تنعيا ونبرد فيها ونجي. كتخرجوا لعالم السوشيال ميديا، خاصكم تعرفوا راكم ما كتشوفوش غير في المغرب، كتشوفوا حتى خارج المغرب. يعني توليو كتعطيو واحد الصوره اللي هي سيئه، وهي ماشي ديك الصوره اللي هي ديالتنا. في حين حنا مؤخرا شفنا واحد الصوره ديال الام المغربيه، ويا سلام، شفناهم مع اللاعبين في المنتخب ديال المغرب. والكل كل اللي كان كيهضر معنا البنات هنا اللي كنعرفوا ماشي مغربيات، يعني مبهورين من ديك كيفاش اللعاب معاهم مفتران ويمشي ويبوس ليديها وسميتو وكيفاش استقبلهم الملك يعني صوره مشرفه كتهز لينا راسنا الفوق. وكيجيو هاد المخلوقات، هاد النوعيه هاد ديال البشر. وقع لك مشكل، طلعي ديري فيديو وانت تقولي واخرى ترد عليك. ودائما انايا عندي واحد راي خاص بيا، ماشي ضروري يقتنع معايا واحد اخر. انا كنشوف كل شيء يعني غير بوز وزياده في الربح، هذا هو اللي كيبان لي انا. وانتم ما مخصوصين ما والو، يعني عندكم ما يكفيكم. ويكون كاع عندكم الناس شحال هادي كان ما عندهمش، يعني الناس اللي كل واحد ماشي شحال هادي حتى دابا كاينين عائلات اللي ما غتسمعش اخبارها. انا شحال هادي كنعقل حنا الناس كانوا مثلا كتقدر تقلق في داركم ولا تكون شي خصومه ولا شي حاجه، كتبدا تقول ويلي بشويه غادي لا يسمعوا الجيران ولا يسمعوا الناس. ما كتبغيش يعني خصوصياتك حاجه ديالك خاصه، هذيك شي حاجه اللي ما يسيقلكش بنادم لها الخبار. دابا حنا ولينا بكل فخر وخاصنا نطلعوا نتصنتوا، وهذا كيقول وهذه كتقول. والمشكل الطامه الكبرى الام والبنت. الام كي قالت كلام، انا حيت منين شفت الفيديوهات يعني غير دزت عليهم والله العظيم ولا دخلت وشفت. ولكن منين كتبت لي البنت تعليق، قلت خاصني ندخل يعني عرفت شنو هو الموضوع غير باختصار، ولكن بغيت نفهم ودخلت وشفت.
وتبارك الله الفيديو داك اللي حطت الام ضرب المليون وزياده. انا كنشوفها يعني الموضوع ديال الربح اكثر من هو حاجه اخرى. والبنت طلعي وتجاوبي امك بهذيك الطريقه، هذا الشيء راه ما حتى العقل ما كيبغيش يدخل ليه. واش ام بنتها؟ راه كانوا الناس غير الا وقع مشكل بينك وبين واحد مثلا خدام معاك، جارك، صاحبك، اي حاجه غلط فيك وكان بينكم وبينك وبينه خير واحسان، ما كتقدرش تهضر ولا تقدرش مثلا تكون عندك واحد ردة فعل خايبه. علاش كتقولي على داك الوجه الملح والطعام اللي بيناتنا؟ ربي قال لك لا تنسوا الفضل بينكم. هذا بين الناس اللي هما ماشي ما بيناتهمش العلاقه ديال الام والبنت، هادو الناس اللي هما يقدر يكون جارك سميتو، وحنا الناس يعني كيتجاوزوا في هاد وجه هاد الحاجه كندوزوا هادي. فما بالك ملي نوليو حنا كنطلعوا وكنضربوا في بعضنا، هادي تقول وهذا كيقول. طيب هاد الناس اش غيستافدوا بعدا؟ اصلا حنا ملي غادي تطلعي تعاودي لينا داك المشكل ديالك، اشنو هي الاضافه اللي زدتي للناس واشنو داروا لك الناس حيت كاينين بزاف للاسف، كاينين اللي كيعجبهم بحال هاد المواضيع ومتبعينهم وداك الشيء، غيكون غشافك بالصدفه غيدخل يدير لك اشتراك وغادي يفعل جرس باش يبدا يوصلوا اي جديد ديالك. اشنو زدتوا؟ هاد الظواهر اللي ولات يعني ظواهر غريبه، ماشي يعني ما لا تمت بصله الثقافه المغربيه ولا الاسره المغربيه. الاسره المغربيه دائما كانت متماسكه ومترابطه وكتحافظ على الخصوصيه وكتبغي ما كتخرجش ولادها للعلن. الام ما كايناش الام اللي كتخرج تضرب في بنتها. بغيتي يا اختي تعاودي سيري جلسي حدا البحر، سيري عندك الفلوس ما شاء الله عليك الله يبارك لك، سيري اختي عند بسيكولوج، سيري خلصي وتسرحي فوق هذاك الشيزلونغ ورا ما تعاودي حتى حد ما سمع اخبارك. اش غنستافدوا حنا اختي ملي غتخرجي تعاودي لينا؟ لا، ولا المشكل هو داك التعاويد اللي انت عاودتي، ما كاينش اللي غادي يكون متعاطف معك. يعني شفتيه وعنده حق علاه قيمه الانسان واخلاقه ومبادئ ديالو وتربيته كنقيسوها بالماتيريال. للاسف كاينين الناس اللي كيقلبوا على هذا الشيء، ولكن حنا ملي كنرجعوا دائما الام الناس عندهم يعني ماديا مرتاحين وكل شيء، ولكن تيقلبوا على فين يرتاحوا ولادهم. ان هاد البنتها انا تقول لك اللي ياخذها الولد اللي يخاف عليها يخاف فيها الله، ماشي شت عنده توارق وسميتو يعني طماع كيقضي عليه الكذاب. اشنو بغيتي يعني اشنو بغيتي كيفاش بغيتي تكون النتيجه هي هذه اللي شفتيها. والحشومه والعار والعيب، البنت كيفاش كتهضر على الام ديالها. انا لا منتميه وما متحيزه لتا واحد، لا البنت ولا الام. انا حتى وحده ما يعني ما عجبني هذا التصرف ديالهم. لا ما غنقول لا انا مع هذه ولا مع هذه، اصلا غلط وما خصوش يكون. ومن العيب والعار يعني نطلعوا ونبداو ننشروا في الوسخ ديالنا وبواحد الحقد. البنت كترد على الام، ما يمكنش. انا ما نكذبش والله الا تصدمت. يعني احنا راه غيطلع واحد النشء غيولي يحس بهذا الشيء عادي، غيولي يحس بان هادو يعني تصرفات خرجت عاديه ديال مال القنوات. علاش؟ حيت كيقولوا القوانين كاينه بس كنشوفوها غير مفعله. حيت كون اللي دازوا دوك اللي دازوا طلعوا كيترادوا كيتقابلوا مع بعضياتهم وعطينا نعطيك وطلعوا ينشروا كل واحد ينشر الوسخ ديال الاخر. كانت واحد القوانين اللي هي صارمه، ما غادي يوصلوش بهذا الشيء كامل. غادي يديروا بحساب حيت بنادم كيولي كيفكر، غيولي حيت هذاك اللي داز وتعاقب غيولي عبره لاي واحد اخر. لاي واحد بغى تسول ليه نفسه انه غادي غينوض يطلع يدير بحال هاد الخرجات، غيقول لا 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 لا, لا ما نقدرش ندير بحال هكايا، يجيو يقرقبوا عليا. انا واحد الحاجه زعما صراحه كان كتعجبني وكنتمنى تكون عندنا في مصر في دول الخليج. ما كاينش تحط غير تدوينه غير تعليق كيسيء للمجتمع ولا كيمس المقدسات او اي حاجه كتسيء للبلاد، راك باقي كتفكر كيديروا معاك اللازم. كاينين هادو ديال الجرائم الالكترونيه ما كيعطلوهمش، وهذا الشيء خصو يكون، هذا خاصو يطبق. راه ما يمكنش حنا ما نقدروا، خاصنا ديك الحريه نوظفوها في بلاصتها الصحيحه. يعني كاينين حوايج اللي ما يمكنش تسكت عليهم بحال هاد المسائل هذه حشومه.
شوف باش فيديو يوصل مثلا يضرب مليون وسميتو، حنا راه ما حاسدين ما والو. انا راه كندير غير فيديوهات ديال نصور فيهم قطيطات، نصور فيهم خرجت باركه وغاديه في الظل، كيعجبوني بزاف المواضيع كنتبعهم. يعني لكل واحد اشنو كيتبع، كيعجبوني مواضيع كنتبعهم داكشي. ولكن بعيدا على هادشي ديال قال قلتي دقابي لا سميتو، ما عندنا حتى مشكل. ولكن باش ملي نبداو نشوفوا بحال هاد الحوايج هكايا، هادو راه ما خاصهمش يكونوا. من الفيديو ضرب اكثر من مليون، يعني راه متابعين. من هنا خاصكم تعرفوا، هنا انا كنعرف، انا عندي صحباتي بزاف هنايا والله العظيم الا متبعين اليوتيوب المغربي، لا الزين فيه ولا الخيب. يعني كنقولوا حشومه، هادشي ما خاصوش يكون. وكنظن هذا الدور ديال النيابه، ديال السلطات، ديال الناس المختصين، انهم يعني لا بغاو يوقفوا هادشي راه غادي يوقف، حيت هادشي راه غادي وكيتفاقم. وحنا راه كنخافوا على النشء اللي جاي يطلع يشوف هادشي عادي، ويطلع حتى هو كيتعامل به. راه حيت الحوايج اللي هي شاذه. قال شوف واحد المثل كيقولون بكري، كيقول لك صبعك الا كان مجدام قطعه. يعني هو راه منك ولكن الا استفحل فيه المرض وكثر وانتشر راه كيقطعوه. ما يمكنش، كاينين حوايج اللي ما خاصناش ما كيتسكتش عليهم، وهذا الشيء حشومه. وبحال ودابا هذا موضوع الساعه اللي هي، حيت ما شاء الله كل مره ماده دسمه. يعني كل واحد يلغي بلغاه وكل يغني على ليلاه. ولكن كيبقى خاص يكون يعني خاص يكون الحل هو يسنوا قوانين اللي هي ما كتساهلش. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه في البلاصه. ما هادشي ما كيتسكتش عليه. حشومه والله الا كيضر في الخاطر. شوهتوا بالعائله المغربيه حشومه. واش غير يسحبون الناس؟ غير الناس كلهم كيتعاملوا مع امهاتهم والديهم هكاك، حيت ما كيعرفوناش. الناس كيحكموا شوف من راى ليس كمن سمع. كاينين الناس كتسمع وكتسيق. اشنو هي الصوره المشرفه اللي كتعطيو على هاد العائله المغربيه؟ كتبينوا صافي، يعني كتهمكم غير الفلوس والمدخل والادسنس، وهذا الشيء هو اللي كاين. وراه هذا الشيء راه ماشي هو هذاك. حشومه وبركه من هاد التفاهات.